يا صباح الخير. انا قلت انزل لكم الوصفه دي من بدري بقى عشان تلحقوا تعملوها. انا عارفه ان الجو حر جدا وعايزين بسرعه كلنا ندخل نطبخ لاولادنا ونخرج بسرعه. الاكله دي حرفيا مش هتوقفكم في المطبخ خالص، في غمضه عين هتخلص، وطعمه جدا وولادكم هيحبوها. حبوا ان انتوا تجربوها وتعالوا اوريكم الطريقه. معلقه واحده زيت على النار. معايا هنا نص كيلو صدور دجاج، قطعتها يعني الصدر قطعته نصين من النص، وبعدين يعني الحجم اللي انتوا شايفينه ده هوريهولكوا، يعني زي البانيه بس يكون اسمك شويه. هنزل بيه على معلقه الزيت السخنه، وهرش نص معلقه من الملح، وكمان ربع معلقه من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود حسب الرغبه يا جماعه، عشان انا بحب الفلفل الاسود، يعني مش لازم تاخدوا الكميه اللي انا عاملاها بالظبط. اول ما الفراخ او الصدور تاخد لون بقلبها على الوش التاني. بالظبط الموضوع مش هياخد معايا دقيقتين. لاحظوا ان انا هنا ما حطيتش زيت كتير، هي معلقه واحده بس تديني لون، لان احنا هنستعمل الزبده وهتكون هي الوصفه الاساسيه. اول ما ياخد لون كده وقلبناه واتاكدنا انه خد لون من الناحيه التانية، هنخرجه على طبق. طبعا هو في المرحله دي ما استواش. اوكي. بس هنا بقى هنعمل ايه؟ هننضف الطاسه اللي احنا اشتغلنا فيها دي بمنديل كده زي ما انتوا شايفين. هنحاول نخرج عشان يخلي لون الأكلة كويس زي ما احنا عاوزينه يطلع. هنا هحط معلقة زيت تاني، وطبعا زي ما انتوا شايفين الأكل كله في طاسة واحدة، يعني لا هوقفك تغسلي صحون ولا حاجة. وهحط قطعة زبدة كده تكون حلوة. بس أول ما الزبدة تسيح هنزل عليهم ببصلاية مفرومة كبيرة. البصلاية هي اللي كبيرة، ما تكونش مفرومة كبيرة، تكون مفرومة فرم يعني ناعم شوية. تمام. هنا بقى معايا مشروم، بيخلي الأكلة دي في حتة تانية، بس لو مش متواجد مفيش مشكلة، كفاية صدور الدجاج. المشروم ما بيتغسلش، بنجيب منديل نظيف وبنمسحه كويس جدا. بس كده، نمسحه من كل الجوانب عشان نتأكد من نظافته يعني. وهنجيب بقى المشروم ونقطعه كده شريحات بالطريقة اللي انتوا شايفينها. طبعا كمية الفطر عندنا هنا تقديرية، الكمية اللي انتوا عايزينها يعني. هنقطعه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه. ما تستكتروش الكمية اللي انا عاملاها، مجرد ما بيتحط على النار بينزل ميته وبيبقى شوية قليلين. هنا اول ما البصل بيبتدي ياخد لون اصفر كده بنزل الفطر عليه، وهنبدأ نقلب البصل مع الفطر. وبعدين هننزل هنا بفصين من الثوم المهروسين. شفتوا الفطر يعني نزل ميته وما بقاش يعني في حاجة، بس بيودي الأكلة دي في حتة تانية خالص. هنا بقى هننزل بمعلقتين من الدقيق عشان يعمل لنا قوام للوصفة. هنقلبه بس كده يا دوبك يتحمص تحميصة بسيطة، وبعدين هننزل عليه بكوبايتين من الحليب أو أزيد. تمام. هنقلب طبعا، هننزل الحليب بشكل تدريجي وفي نفس الوقت احنا بنقلب علشان خاطر الدقيق ما يتكتلش. شفتوا أول ما نزل الدقيق بدأ يتقل شوية ازاي؟ نزلت عليهم بمكعب مرق الدجاج، ودي اختياري. هظبط الملح بقى والفلفل الأسود، وبس كده وخلصت معانا الوصفة. هنا بقى هنزل بالصدور الدجاج اللي احنا حمرناها علشان خاطر تكمل سوا، وهنرش عليهم شوية بقدونس على الوش، وبس كده خلاص. هنغطيها وهنسيبها 10 دقايق بالظبط، هتكون جهزت معانا وجاهزة للأكل. في نفس الوقت دوت
أنا عايزة أقول لكم إن الوصفة دي سريعة جدًا لدرجة إن أنا عملت الرز قبل ما أعمل الوصفة، والاتنين استووا مع بعض. ضبّطت الطبق، شكله رائع زي ما أنتم شايفين. يا ريت لو عجبتكم الوصفة لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.